ماتشات وتحليلات، ومعاكم سفيان أبو جاد. وليد الركراكي هو أفضل مدير فني في البطولة. السلام عليكم. في عالم الكرة ولا بغينا نقسموا المدربين من خلال معيار وشروط اختيارهم وضمهم للاعبين، فغادي نقسموهم جوج انواع. نوع كيختار لاعبين بناء على افكاره واسلوب اللعب ديالو، وبالتالي كيضم اللي كيشوف انهم مناسبين لافكاره. وكاين نوع ثاني كيختار بناء على الجوده والمستويات وكيضم الافضل، وحتى كيجيبهم عاد كيحاول يحط نظام لعب مناسب ليهم، هو اللي كيتاقلم عليهم. كل نوع عنده سلبيات وايجابيات، ولكن بالنسبه لوليد الركراكي فين نقدروا نحطوه وفي اي نوع كينتمي ليه؟ اجي ما يكونش وليد خلق نوع ثالث خاص به وسميتو الحب. لا خلينا من الضحك، واخا الضحك شي مرات كيكون فيه جزء كبير من الواقع. ولكن وليد مدرب واش بغيتو الصراحه مدرب مزيان. كيفاش مزيان؟ باش كتجاوب على هذا السؤال ببساطه كدير طلع على مسيرته التدريبيه، عقليته وافكاره، وكتشد اهم لحظاته وابرز مقابلاته ودرجه التاقلم ديالو مع تطور الكره، وغادي تفهم انه مدرب جيد ومدرب محترم. مثلا ماتش الزمالك او خصوصا الاهلي في الفينال كان درس تكتيكي، كيفاش تختار اوقات للضغط العالي، وكيفاش تقلبها مرتدات، وكيفاش تقسم طاقتك وتنوع لعبك في 90 دقيقه. قدم دروس بسببها نجح ووصل للمنتخب. واي مدرب عنده لحظات فشل وضعف، ولكن ما كنقيسوش عليها قيمه المدرب. اي مدرب في العالم كيدوز من هذه اللحظات، ولكن المدربين الكبار كيقدروا يخرجوا منها بالزربه، وفاش كتوفر لهم الظروف المناسبه كتكون لحظات الانجاز اكبر واهم، وبها كنقدروا نقيسوا قيمته. وليد مدرب جيد، مدرب فاهم، ومدرب قادر يربح، مدرب كيميتريزي كل الادوات اللي عنده وكل المعارف اللي تاسس عليها باش يقدر يلعب اساليب لعب مختلفه، وهذا الشيء سبق وداروا وثبتوا. ولكن باقي ما جاوبناش على السؤال فين نقدروا نحطوا وليد في اي نوع. الجواب فيهم جوج. وليد عنده فكره على كيفاش باغي يلعب، وعنده فكره على شنو محتاج من اللاعبين ديالو في التيران، فكيستدعي اللاعبين اللي عارفهم واللي كيعرفوه وحافظينه. وهنا فين كيبان الجمهور انه كيستخدم الحب، وهو في الحقيقه الحب كاين ولكن بشكل اخر. هاد اللاعبين كيبغيهم وكيموت عليهم، ولكن فقط حيت كيعرفوا يترجموا افكاره في التيران. وفي نفس الوقت كينتمي للنوع الاول، اي كيستدعي بعض افضل اللاعبين كمستويات وقيمه حاليه، وما عندوش مشكله في التجديد والتغيير بنسبه معينه باش يزيدهم على اللاعبين المفضلين اللي عنده، ولكن غالبا غادي تلقاهم ما داخلينش في الجمعه او ما قادرينش يتاقلموا معاه بنفس درجه البعض. وهذا الشيء اللي كيزيد يخليه مصر على نفس الاسماء ويزيد يبغيهم. وشخصيا عندي بعض الملاحظات في بعض الاختيارات والاستبعادات، وهذا الشيء ما كيقللش منه كمدرب، ولكن فقط كنحس ان المتابعه ديالو ماشي كافيه او قليله او غير موجوده في بعض الاحيان، وهذا الشيء كيخلي بعض اللاعبين بعيد على الصوره. وليد من نوعيه المدربين اللي كيحتاج يعيط ليك ويتريني بيك عادي يعرفك واش منك ولا لا، وهذا الشيء اللي كيفسر علاش عيط بزاف. ترينا بهم وشي وحدين منهم جربهم في ماتش او جوج وما بقاش عاود عيط عليهم. باختصار وليد مدرب ذكي، عارف راسو وفاهم اش باغي، والحب والعبث اللي كيبان للجمهور بالنسبه ليه منطق وعنده اسبابه. فاش كنرجع للور ونشوف الصوره بشكل موضوعي وبشكل محايد شويه، كنثيق في انه قادر يدير شي حاجه تفرحنا. وباش نختم من هنا لكاس افريقيا عادي جدا، وغادي تشوفوا اسماء كثيره ومفاجات الى اخره، ولكن اللي كيعرف وليد وعارف عقليته عارف انه في كاس افريقيا غادي يمشي بالحب واللي رجليهم في التيران وبالجوده الكافيه باش يتقاتل على الكان، وهذا ما كان.